كمية الانتقادات اللي شفتها لمسلسل وننسى اللي كان، لازم اشوف ليه الانتقادات دي كلها. من اول ما المسلسل طلع وانتوا بتقولوا ان هو نفس المسلسل بتاع السنة اللي فاتت، بنفس الابطال بنفس كل حاجة. مبدئيا كده انا مش شايفة ان في اي تشابه بينهم، حتى الشخصيات اللي كانت في المسلسل اللي فات ادوارهم مختلفة تماما في مسلسل وننسى اللي كان السنة دي. وبالنسبة لكل الانتقادات اللي متوجهة لياسمين عبد العزيز بسبب تمثيلها وان هما بيقولوا مأفورة، فانا شايفة ان هي بتلعب على الحتة دي، ان هي بتزعق طول الوقت وان هي مأفورة زي ما انتم ما بتقولوا. انا شايفاها مش أفورة، انا شايفاها ان هي طالعة سايكو. ولو انتم معترضين على التصوير والاخراج، فهو نفس المخرج بتاع السنة اللي فاتت، ما اتغيرش. العكس، بس ان انتوا كنتوا مبسوطين قوي بالمسلسل اللي فات وكان توب 1، والسنة دي في ناس كتيرة قلبت على ياسمين عبد العزيز. ففي النهاية هي اذواق، واللي مش عاجبه ما يتفرجش، ده اللي انا اقدر اقوله. وقولوا لي برضو انتوا ايه رأيكم في الكومنتس في مسلسل وننسى اللي كان، هل متابعينه ولا لا؟ وهل عاجبكم السنة دي ولا لأ؟ وهل يستاهل كمية الانتقادات دي عليه برضو ولا لأ؟